أهلا بيكم ستة ابتدائي. ومعانا النهاردة الدرس التاني هو تحليل العدد لعوامله الأولية. تعال نفكر يا صديقي، احنا النهاردة هناخد ايه؟ هناخد النهاردة يعني ايه العدد الأولي، وازاي أحلل عددين لعواملهم الأولية، وازاي أقدر أجيب لهم العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر، وازاي أقدر أمثلهم بشكل فين. تعال أول حاجة نعرف يعني ايه عدد أولي. العدد الأولي ده عدد ليه عاملان فقط مختلفان. هما مين العددين دول؟ العدد نفسه والواحد الصحيح. يعني لما باجي ادور في جدول الضرب بدور على عدد ملهوش غير نفسه في الواحد يديني العدد. مين الاعداد الاوليه دي اللي المفروض انا اكون عارفها؟ قال لي دي الاتنين والتلاته والخمسه والسبعه والحداشر والتلاتاشر والسبعتاشر الى ما لا نهايه. لو انت لاحظت انا جبت سيره الواحد، ليه الواحد مش اولي؟ لان في التعريف الشرط بتاعي يكونوا عاملان مختلفان، عددان مختلفان، والواحد ده واحد في نفسه فيبقى عامل واحد فقط. تعالى نتعرف على المثال الأولاني. بيقول حل العددين 12 و18 لعواملهم الأولية، وبعد ما أحللهم أجيب العامل المشترك الأكبر. تعالى نشوف أول حاجة ال 12 دي المفروض أحللها إزاي. أنا واخد السنة اللي فاتت التحليل بالشجرة. طب كان في جدول الضرب يديني 12. سامع ولد شاطر بيقول 3 في 4، في ولد تاني بيقول 2 في 6. فأنا هاخد التلاتة في الأربعة. مين فيهم الأولي؟ التلاتة. طب مين فيهم اللي مش أولي؟ الأربعة. يبقى أنا أفك العدد الأربعة إلى أعداد أولية زي 2 في 2. يبقى أنا كده فكيت ال 12 لعوامل أولية، 3 و2 و2. تعال نشوف ال 18. كام يديني 18؟ 2 في 9 يا ميس، أو 3 في 6. يبقى أنا هاخد ال2 في 9. طب التسعة دي مش عدد أولي لكن الاتنين أولي. أفك التسعة لحاصل ضربها 3 في 3. يبقى أنا حللت ال 18 بقت أصبحت 2 و3 و3 العوامل الأولية. هو طالب مني إن أنا أجيب العامل المشترك الأكبر. علشان أجيب العامل المشترك باخد اللي اتكرر هنا وهنا. التلاتة لو أنا لاحظت اتكررت هنا وهنا كتبتها مرة واحدة. طيب والاتنين كمان اتكررت مرة واحدة فهقول له في 2. يبقى أنا لاحظت إن التلاتة والاتنين اتكررت. يبقى لما يجي يقول لي أنا عايز أجيب العامل المشترك، بعد ما بعمل عملية تحليل بشوف العدد اللي اشترك في العددين باخده مرة واحدة. زي التلاتة اتكررت مرتين خدتها مرة، والاتنين اتكررت مرتين خدتها مرة، وضربتهم في بعض اداني 6. تعال نشوف سؤال كمان. يجي يقول لي حلل العددين 24 و12 إلى عواملهم الأولية، ثم اوجد عين ميم ألف وميم ميم ألف ومثل الكلام ده بشكل فين. أنا همسك ال 12 وأحللها، وهمسك كمان عندي هنا ال 12. فانا همسك ال 12 هنا واقول لها انت عباره عندي عن 2 في 6 او 3 في 4. فاحنا لسه محلينها من شويه كانت 3 في 4. همسك الاربعه دي، ده انا عارف ان هو مش عدد اولي، هي عباره عن 2 في 2. يبقى انا حللت ال 12 ل3 و2 و2. تعال نشوف العدد 24. ال 24 ده انا سامع ولد بيقول لي 2 في 12 و4 في 6 و3 في 8. تعال نشوف هناخد مين. انا هاخد 3 عندي هنا في 8. طيب التلاتة أولي لكن التمانية مش أولي. أرجع أفك التمانية ل2 في 4. يا ميس 2 في 4 تديني 8. الاتنين أولي لكن الأربعة مش أولي. نفك الأربعة، أنا حافظها خلاص يا ميس 2 في 2. يبقى أنا فكيتها كلها كده لعواملها الأولية. يبقى ال24 بقت 3 و2 و2. أنت عايز تجيب العامل المشترك الأكبر، اتفقنا ناخد الأرقام اللي اشتركت في العددين. لاحظت هنا التلاتة والتلاتة اتكررت، اخد منها واحدة بس وارجع اكتبها. طب في حاجة تانية اتكررت؟ يا ميس الاتنين والاتنين انزلها مرة واحدة. طب في حاجة تانية اتكررت؟ يا ميس الاتنين والاتنين فاضرب كمان مرة في 2. تعالى نضرب. هي 2 في 2 بكام؟ ب4، و4 في 3 ب12. يبقى العامل المشترك للعددين هو ال12. طب مين المضاعف المشترك؟ قال لي المضاعف المشترك ده طماع، ياخد كل اللي اتكرر وما اتكررش. يبقى انا عندي التلاتة اتكررت، والاتنين اتكررت، والاتنين التانية اتكررت. مين الوحيدة اللي ما اتكررتش عندي؟ الاتنين اللي موجودة في ال24 انزلها وارجع اضرب. 2 في 2 ب4 في 2 ب8، واضرب التمانية في التلاتة بال24. يبقى انا فهمت يا ميس يعني ايه عامل مشترك. يعني ان العددين 12 و24 يقبلوا الاسم عليه اللي هو ال12، والمضاعف المشترك اللي هو ال24 هو اللي بيقبل الاسم على العددين اللي موجودين عندي
عندي ال 12 وال 24. تعال نمثلهم بشكل فين. عشان امثل بشكل فين برسم دايرتين، الدايرتين دول ارتبطوا ببعض لان في بينهم عامل مشترك. بسمي الدايره الاولى 12 والدايره الثانيه 24 واشوف ايه اللي اتكرر ما بينهم. انا عارف ان اللي اتكرر 2 و2 و3 بحطهم في النص، ده مكان العامل المشترك. واللي اتبقى من ال 24، فانا هنا بعد ما اخدت الاتنين هل اتبقى حاجه من ال 12؟ لا ما اتبقاش، فاصبحت الدايره بتاعت ال 12 هي 2 و2 و3 وال 24 2 و2 و3. يبقى انا فهمت ازاي بمثل الاعداد بشكل فين. المهم ان الجزء اللي في النص ده هو اللي موجود فيه العامل المشترك الاكبر. تعال نشوف الملحوظه اللي قدامي دي بتقول ايه. بتقول ان في عندي اعداد اسمها اعداد شبيهه العدد الاولي. يعني ايه؟ او بسميها اعداد اوليه فيما بينها. هي اصلا اعداد مش اوليه، لكن انا بتعامل معاها نفس معامله الاعداد الاوليه. طب ايه معامله الاعداد الاوليه؟ ان انا لو عايزه اجيب العامل المشترك ما بين اي عددين اوليين هو الواحد، وان المضاعف المشترك بينهم هو حاصل ضربهم. طب زي مين كده يا ميس؟ تعال نشوف مثال عندي. لو انا بقول عندي الاربعه وعندي العدد 9، هل الاربعه دي أعداد أولية؟ لا يا ميس دي مش عدد أولي. تعال نحلله كده. الأربعة ده هو عبارة عن 2 و2. طب والعدد 9 تعال نحلله، هو عبارة عن 3 و3. يبقى الأربعة والتسعة دي مش أعداد أولية لأنها قابلة للتحليل. طيب أنت لاحظت كده في حاجة مشتركة ما بينهم؟ لو أنا جبت العامل المشترك لا الواحد. طب لما أجي أمثلهم بشكل فين؟ أمثلهم بدايرتين بعاد عن بعض منفصلين لأن مفيش حاجة اشتركت. فأكتب إن الدايرة بتاعت الأربعة اللي هي بالبنك دي 2 و2 والتسعة اللي هي عندي تديني 3 و3. طب اختر الإجابة الصحيحة. بيقول لي هنا العدد الذي جميع عوامله الأولية 2 و3 و3 ومديني 8 ولا 9 ولا 11 ولا 18. لما يكون مديك عوامل أولية العدد اضربهم في بعض، فأقول 3 في 3 تديني 9، 9 في 2 ب18. يبقى الإجابة بالظبط كده 18. تعال نشوف العدد اللي بعد منه. العامل المشترك الأكبر للعددين 4 و8. لازم أنا أشوف أسأل في حاجة في الأربعة تديني 8؟ لو قلت يبقى العامل المشترك بتاعي هو الأربعة، يعني التمانية تقبل على الأربعة والأربعة كمان بتقبل عندي على الأربعة، بدل ما أرجع أحللهم في حاجات بسيطة تتحل على طول. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. يقول لي هات المضاعف المشترك للتلاتة والستة. اسأل نفسك في حاجة في التلاتة تديني 6؟ يبقى ال6 دي هي الحاجة الكبيرة، يبقى ده المضاعف المشترك الأصغر. يبقى أنا في العامل بفكر في الصغير، أما في المضاعف بفكر في العدد الكبير. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعديه. بيقول لي العامل المشترك الوحيد لأي عددين أوليين. مثلا أنا لسه حافظه من شوية إن هو العامل المشترك بين أي عددين أوليين أو أوليين فيما بينهما كمان هو مين؟ الواحد. يبقى أنا كده مثل الخلاصة بتاعتي كلها فهمتها إيه هي؟ إن أنا لو عندي عدد مديني عوامله الأولية عايزة أجيبه أضربهم في بعض الأعداد الأولية بتاعته. ولو أنا عايزة أجيب عامل مشترك لعددين أشوف هل الكبير يقبل على الصغير، يبقى الصغير هو العامل. ولو عندي عاملين عددين وعايزة أجيب المضاعف أشوف هل العدد الكبير